بيبدأ فيلم النهارده بيوم محاكمة، وكانوا الناس بيطلبوا القصاص العادل، وبنشوف أبو الضحية وأختها وكانوا رايحين يحضروا تنفيذ الإعدام، وبنعرف إن في ولد اسمه أليكس قتل حبيبته لورين وهو عنده 18 سنة، وكانوا مستنيين يتم ال21 سنة عشان ينفذوا حكم الإعدام، وبالفعل النهارده تمهم، وكان ضابط الشرطة جايب له تورتة في يوم ميلاده ويوم إعدامه، وكان مصمم أليكس إنه بريء وإنه بيحب لورين ومش ممكن يعمل فيها كده أبدا، وإن اللي قتلها راجل كان عنده ندبة في إيده، وكان الضابط المسؤول عنه هو الوحيد اللي مصدقه. وبنشوف راجل اسمه توماس حاضر وكان من الشهود اللي شهدوا عليه في القضية، وكان أليكس بيحكي للضابط ان اللي مصبره على الإعدام ان هو هيروح وهيقابلها في مكان تاني أحسن من ده، وان كل اللي زعله انه معرفش يلاقي الراجل اللي قتلها. وبنشوف مجموعة من الضباط بيتكلموا مع الإعلام، ودول الضباط اللي كانوا ماسكين القضية، وفي نفس الوقت وبياخدوا أليكس على الإعدام، وكان الحكم بالموت على كرسي الكهرباء، وكان أبو البنت وأختها حاضرين الإعدام عشان ياخدوا حق بنتهم، وكان أليكس مصمم ان هو ما عملش حاجة وانه بريء، وكان الكل زعلان عشان سنه صغير واحتمال يكون بريء فعلا، وبيلبس الخوذة وهو مرعوب وبيردد انه بريء، وبيتنفذ الحكم وبيحصل شرارة غريبة ساعة التنفيذ والكل اخد باله، وكانت صورة الراجل اللي على ايده ندبة في خياله حتى وهو بيموت، وبالفعل بيموت أليكس والظابط كان زعلان عليه، وبعدها بياخدوه بيروحوا بيه على تلاجة الموتى، وبنروح عند الظباط وكانوا مستنيين رندال ابو الضحية، وبيعرفوه ان كده حق بنته رجع، لكنه بيسيبهم وبيمشي، وكده الظباط دول عليهم علامة استفهام، وبيظهر غراب في الصورة وزي ما يكون أليكس بيرجع للحياة، وبالفعل بيصحى وكان شكله غريب، وبيقوم والغراب معاه وكان وشه مشوه، وبيروح وبيبص على المراية وكان حزين على نفسه، وبعدها بيشيل الجلد الزيادة وبقى ده شكله اللي هيكمل بيه، وبعد دقايق الشرطة أخدت بالها إن في حركة غريبة في التلاجة، وكان أليكس خرج بره والغراب كان معاه وهو اللي بيوجهه، وبيبلغ الأمن إن في عملية هروب بس مش عارفين مين، وكان أليكس طلع على السطح ومسك السلك الشائك بإيده ونط على بره، واكتشف إن الجروح بتتداوى في ثواني وبتروح لوحدها، وبينط تاني وبيطير، وبكده أليكس هو والغراب واحد. ولما الشرطة عملت حصر للمساجين لقت العدد كامل وما عرفوش مين اللي هرب وازاي، وبيروح أليكس على مقر إدارة الشرطة والغراب عرفوا مكان الأدلة الجنائية، وبيطلع ملف القضية بتاعته وبيشوف صورته على الملف، وبتظهر صورته وهو مع لورين، وابتدى يفتكر وبيقول للغراب انت عايز تقول ايه وتوصلني لايه، وبيلاقي سلاح الجريمة وبيمسكه، وبنعرف ان الضحية كانت اخدة 53 طعنة، وافتكر يوم الحادثة وكان الشاهد توماس موجود، واللي حط السكينة كان الراجل اللي عنده ندبة في ايده، وضرب أليكس وأغمى عليه، وكان توماس شهد زور ان أليكس القاتل وان هو شافه وهو بيقتل، وبعد شوية بتوصل الشرطة على المقر وبيعرفوا ان سلاح الجريمة مفقود، وفي نفس الوقت وكان وصل أليكس عند قبر حبيبته لورين، وكان بيقول لها انه بيحبها قوي وانه كان فاكر لما يموت هيبقى معاها في نفس المكان، وكان في هاتف بيقول له انت مش ميت ومش عايش، وبيفتكر كل لحظاته الحلوة معاها وقال لها هفضل معاكي للأبد، وكان تمثالها بيعيط دم، وبنشوفه وهو لسه لابس السلسلة اللي اديتها له هدية، وبتوصل إيرين على المقابر عند أختها، وبيظهر أليكس وبيعرفها إن هو صاحب أختها، لكنها بتقوله إنها عارفة أصحاب لورين وإن هو مش منهم، وسألته إزاي لابس سلسلة زي بتاعة لورين، فبيقول لها إن هي اللي اديتها له، وبالأمارة إن أبوها اللي كان جايبها لها هدية، فبتخاف منه وقالت له إن هو أكيد صاحب الراجل اللي قتل لورين، وبتنده على أبوها وبيهرب أليكس بسرعة، ولما وصل أبوها قالت له إن كان في راجل راسم على وشه، وقال إنه صاحب لورين وإنه كان هنا دلوقتي، وبتاخد بالها من دموع الدم اللي على وش التمثال. وفي نفس اليوم بيروح أليكس عند الشاهد توماس وقال له ان هو كدب يوم المحاكمة بتاعت أليكس، وانه شهد عليه زور من غير ما يعرفه ولا يشوفه قبل كده، فقال له توماس ان هو شهد انه شاف ولد وبنت بيتخانقوا وان ده حصل فعلا، فبيزعق له وقال له لا، وانه قال انه شاف أليكس معاه سلاح وطعن لورين وده ما حصلش، وفهمه انه قدامه فرصة واحدة عشان يعيش لما يعترف مين الراجل اللي على ايده ندبة، فبيرد توماس ان مفيش راجل بندبة وان أليكس اللي اخترع الموضوع ده عشان يطلع براءة، وان الشرطة قالت له انه لازم يشهد عشان أليكس ما يفلتش من العقاب، وبالفعل بنشوف راجل عنده ندبة لكن وشه ما كانش ظاهر، وفي نفس الوقت وكان ظابط منهم اسمه فليب وموقف بنتين بعربية، وكان بيسألهم عن الرخصة، وبيعرفها انها شاربة هي وصاحبتها وده مخالف، ولما عرف انها عندها 15 سنة فهم ان معهاش رخصة، فبيطلب منها انها تنزل من العربية، وكان طبعا ظابط فاسد وكل شغله شمال، وقال للبنت ان هو عايزها معاه النهاردة، وهنا بيظهر أليكس وشطب على اسمه يعني هيخلص عليه، وبيضرب عليه فليب بالنار لكن أليكس ما بيتأثرش، وابتدى يضرب فيليب وقال للبنات يمشوا من هنا بسرعة ويبلغوا ان في ظابط اتقتل، وبيفهم فيليب ان المسدسات ما بتموتش لكن السكينة هي اللي بتموت، وانه عايز الراجل اللي حط السلاح في العربية وعلى ايده ندبة، فقال له انه مش هو وانه ما عندوش ندبة، وأليكس هو اللي اخترع الموضوع ده، فبيمسكه وبيقول له ان هو وزمايله الظباط اعدموا أليكس وهو بريء، وان عارف ان هم الاربعة الظباط اللي قتلوا لورين، وبيخلص على فليب، وبنروح عند ظابط تاني منهم وكانوا شغالين في اي حاجة مشبوهة، وبيدخل مكتب في الملهى الليلي وكان باقي الظباط موجودين، وبيعرفهم الظابط ان فليب اتقتل وانه اتضرب طلقة واخد 53 طعنة،
وفي نفس الوقت وكانت إيرين متابعة الأخبار وعرفت بموت الضابط فيليب، وكان محفور على وشه اسم ديزي. وبتستغرب إيرين وبتقول لأبوها إنه مش مجرد اسم لكنه رسالة ليها، وإن أختها لورين كانت بتناديها بالاسم ده، ومحدش كان يعرف اسم ديزي غيرهم هما الاتنين. وفكرته إن الراجل اللي في المقبرة قال إنه يعرف كل حاجة عن لورين. وبنروح عند الضابط صاحب أليكس وقال للضابط التاني إن هو أكيد يعرف كل حاجة عن القضية دي، وطلب منه إنه يقول الحقيقة، لكنه قال له إنه ما يعرفش حاجة وبيسيبه وبيمشي. ولما نزل الضابط تحت بيظهر أليكس وبيضربه وبيركب معاه العربية، وبياخد منه المسدس وضرب نفسه وفهمه إن هو ما بيموتش، وبيسوق العربية بسرعة وكان ماشي طاير. وبيسأله الضابط لو هو اللي قتل فيليب، فبيقول له واعتبرني قتلتك انت كمان. وقال له ان هو عارف ان هو وزمايله اللي طعنوا لورين 53 طعنة. وبيبص على ايده لكن الندبة برضه ما كانتش موجودة. وبيزود أليكس السرعة وكانت الشرطة وراه. وبيقول له الضابط انهم كده هيموتوا، فقال له أليكس هموت ازاي وانا ميت قبل كده. وبيزود السرعة اكتر وبيدخل في الاتوبيس وهو واقف. وبعدها بينزل من العربية والاتنين الضباط اللي فاضلين بيشوفوه، وبيرمي الولاعة على الارض وبتولع العربية وبتنفجر، وبيتحول المكان كله لحريق. وبيختفي أليكس وبيلاقي الضابط الورقة اللي فيها اسمائهم. وبعد شوية بيروح أليكس عند بيت إيرين وبتشوفه وبتنزل له، وبتسأله هو ازاي عرف اسم ديزي، وانها عارفة ان هو اللي قتل الشرطي الاول والتاني، وكمان عرفت هو مين وان هو ليه مخبي وشه الحقيقي. فبيقول لها ان مش هو اللي قتل لورين، وان اللي عمل كده ضباط الشرطة الفاسدين، وان لورين اكتشفت حاجة ما كانوش عايزين حد يعرفها. وفهمها ان ابوها ما كانش على حق ورمالها ورقة. ولما شافت المكتوب كان عنوان شارعهم ورقم بيتهم، وتاني يوم في اسم الشرطة، وكانوا بيتكلموا ان قاتل رجال الشرطة لسه حر وطليق، وكانوا عرفوا ان كل اللي ليه علاقة بقضية لورين مستهدف. وبيروح الضابط عند القائد الاعلى وكان اسمه مادن، وبيقول للضابط ان ريحة الشرطة الفاسدة واستخدامهم الغلط للفلوس هو اللي عمل كده، وان القاتل بيسيب علامة ومش همه حد، وبيطلب منه يخلص على المهرج ده قبل ما كل حاجة تتكشف. وفي نفس الوقت وكانت إيرين بتدور في مكتب ابوها على اوراق، وبيدخل عليها راندال وسألها بتعمل ايه في مكتبه. فبتقول له ان أليكس مش هو اللي قتل لورين، وان الشرطة هي اللي عملت كده، وان هو نفسه متورط معاهم. وبتسيبه وبتطلع على بره، لكنه بيجري وراها وبيقول لها ان المفروض ما كانش يحصل كده، واستحالة يكون عمل اي حاجة تأذي لورين. فبتقوله انها مش مصدقة وان اختها اكتشفت حاجة عنه وعنهم. وفي نفس الوقت بيروح الضابط مايكل عند توماس وسأله هو قال اسمائهم لمين، فبيقول له توماس ان هو واحد ومعاه غراب. فقال الضابط انهم كده بيدوروا على شبح، وبيشيله وبيرميه من الشباك. وبعدها بيطلع مسدسه وبيخلص على مرات توماس. وبيروح أليكس اخيرا عند الضابط صاحبه وما كانش مصدق ان ده أليكس، وبيقول له أليكس ان هو خلص على 2 وباقي 2. وابتدى يحكي له على كل حاجة، وان القصة كلها كانت مكيدة، وان كل حاجة كانت مترتبة. وبيفهمه ان راندال كان بيبيع عربيات غالية لضباط الشرطة، وان بنته لورين اكتشفت ان هو متورط معاهم، وانه لازم يعرف اللي هم مش عايزين حد يعرفه وقتلوها بسببه. وبتروح إيرين مكان حادثة اختها وبيوصل أليكس على هناك، وحكيت له ان لورين لما كانت مفقودة الشرطة جت عندهم على البيت وما كانتش تعرف انهم قتلوها، وانهم جابوها على المكان ده عشان يلبسوه التهمة، وان هي اللي قالت للشرطة على المكان ده عشان كانت عارفة انهم بيتقابلوا هنا هو ولورين. وبتنهار وبيمسكها أليكس وبيقول لها ان اللي حصل مش ذنبها، وان الضباط كانوا 4 ومسكوها وخرجوها من العربية، ضربوها طلقة وكانوا اقوى منها، بس هي دفعت عن نفسها، حاولت تجري ومسكوها، وهنا وقعت الجريمة. لفت وواجهتهم وما استسلمتش، كانت بتضربهم وتخربش فيهم وهم بيطعنوها، ضربوها 53 طعنة. وفي نفس الوقت في القسم وكان القائد مادن طلب يشوف جثة أليكس، وبيدخلوا فعلا التلاجة لكن الجثة ما كانتش موجودة، وما كانش ضابط الخدمة مصدق ان يكون أليكس هو اللي هرب. وهنا بتقول مساعدة القائد ان اكيد أليكس ما ماتش ساعة الاعدام، لكن القائد بيقول لا، وان الغراب ده علامة على رجوع ميت للحياة، وان الميت ممكن يرجع للحياة لو عنده دافع قوي يرجع عشانه، وانه عشان يتمسك لازم يلاقي اللي هو بيدور عليه، الراجل ابو ندبة، وساعتها هيفقد قوته. وكان فعلا أليكس بيتكلم مع إيرين ان هو لازم يلاقي الراجل ابو ندبة لان هو ده القاتل الاساسي. وبيحكي لها انه اتخانق مع لورين يوم الحادثة عشان كان عندها سر وما حكتلوش عليه. فبتقول له إيرين انها كانت عايزة تخبي حقيقة ابوها وما قالتلكش عشان اكتشفت انه محتال، وبغض النظر عن اللي حصل هتكون حريصة ان كل الناس تعرف انه بريء وانه حب لورين بجد. وبيروح مادن البيت عند راندال وبيقول له ان الشراكة اللي بينهم ما بتخلصش بالشكل ده، فبيقول له ان الشراكة انتهت من يوم موت لورين. فبيعرفوا مادن ان شبح أليكس بيهددهم كلهم ولازم يخلصوا عليه. فبيرد راندال ان هو يتغلب عليه وانه بنته ما ماتتش في حادثة، رجالتك اللي قتلوها 4 رجالة طعنوها 53 طعنة. وبعد شوية بتوصل إيرين على البيت وبتنادي على ابوها وما كانش بيرد، وبتدخل الحمام تغسل وشها وبتشوف دم نازل من البانيو، ولما راحت تبص بتلاقي ابوها ميت ومعاه مسدس. وفي نفس الوقت كان الضابط جاب معلومات عن شركة العقارات بتاعة راندال، وفهموا العلاقة اللي بينه وبين الضباط الفاسدة، واكتشف ان الضباط مالهمش لازمة وان الملك والقائد هو المهم. وهنا بتوصل إيرين عند أليكس وبتحكي له عن اللي حصل مع ابوها، وبينزل أليكس بسرعة وبيروح على الملهى الليلي، وبيدخل وبيضرب الموجودين وبيخلص على اي حد في وشه.
وفي نفس الوقت بيروح مادن عند ايرين وبيقول لها انه عنده اخبار وحشه ليها، وهي ان ابوها اتورط مع بعض الضباط الفاسدين وانه انتحر، لكنها بترفع عليه المسدس وبيقرب منها وبياخده من ايديها وبيضرب الضابط الطيب بالرصاص. وبنرجع عند أليكس وكان لسه في الملهى، ولما كان بيمسك اي حاجه كان بيظهر قدامه اللي حصل مع لورين، وبيشوف انها كانت موجوده في الملهى والضباط كمان كانوا موجودين، وشافتهم وهما بيقتلوا واحد، وشافها ظابط وعرفوا انها بنت راندال وبيجروا وراها. وبيرجع للواقع وكانوا الضباط عاملين له كمين وعرفوا انه جاي، وبيضربوا عليه بالنار وطبعا ما بيحصلوش حاجه، وبيقدر يموت ظابط فيهم، وبيكملوا ضرب عليه لكنه ما بيتأثرش، وبيفتحوا عليه النار مرة واحدة وبيغربلوه، فبيضحك وبيخلص عليهم كلهم. وبيفضل تومي وكان بيحاول يهرب، وبيشوفوا أليكس وبيروح وراه وبيضربه وبيقول له ان الغاز اتسرب وان ضربة كمان والمكان هينفجر. فبيوصل الضابط التاني وبيضرب نار وبينفجر المكان فعلا وكل حاجة ولعت. وبيخرج أليكس وبيشوف الدراع اللي عليه الندبة، وبكده عارف انه اخد حق لورين وقوته هتبتدي تنهار زي ما قال مادن، ودي طبعا كانت حيلة. وبيروح أليكس على مقر الشرطة وقوته بتنهار، وابتدى يتأثر من أي حاجة وجروحه ما بتلمش لوحدها زي الأول. وبيشوف صورة مادن وبيقول الملك، وبيروح على مكتبه وبيسأله عن إيرين، فبيقول له إنه ما يعرفش عنها حاجة وسأله عن سبب وجوده هنا، وإنه سمع إنه بيدور على راجل عنده ندبة في إيده. فبيحاول أليكس يضربه لكنه كان ضعيف وما قدرش عليه، وقال له القائد إنه قتل أرواح بريئة كتير وإنه مجرد قاتل ومهرج مع أغراب، وبيفهمه إنه هو اتخانق مع لورين وما قدرش يسامحها، ولما أبوها رفضه راح وقتلها، وحاول يقنعه إنه هو اللي قتل حبيبته، وجاب له صور معاها وهو في ايده سلاح وخلص عليها، وان كل الصفات السيئة اللي اتقالت عنه موجودة فيه. وبيدخل الضابط جورج اللي باقي وبيسقف للقائد وقال له ده كأنك شفت الحادثة فعلا. فبيعرفه مادن ان هو اللي خلاه يشوف الدراع اللي على ايده الندبة المزيفة، وقال له كمان على الصورة المتركبة مع لورين. وفي نفس الوقت كانوا حاجزين ايرين ومخيطين بقها، وقال مادن افتكرته هيرجع لمكانه لما يشوف الايد اللي انا عملتها، لكنه جه عشان ينقذ ايرين. وبيظهر الغراب وبيخطف السلسلة من ايرين وبيروح وبيرميها جنب أليكس، وكان لسه مادن هيطعنه لكنه مسك ايده وزقه وقام وضرب الظابط، وساعتها بيفك مادن ايرين عشان ياخدها ويهرب. ولما ضرب الظابط على الغراب كان أليكس بيقع هو كمان، وبيفهم الظابط ان هو والغراب واحد، وضرب نار على الغراب ووقع فعلا، وقام الغراب تاني وأليكس ضرب الظابط وخلص عليه. وبعدها بيروح عند المساعدة وبيسألها عن الظابط صاحبه، وساعتها بيشوفه متعلق وبيعرف انهم قطعوا ايده وعملوا الندبة المزيفة. وفي نفس الوقت بتضرب ايرين مادن وبتجري منه، وكان أليكس خلص على المساعدة، وكانت ايرين استخبت منه وبتفك بقها، ولسه مادن بيدور عليها وبيشوفها فعلا وبيوجه عليها المسدس، لكنها وقعت المسدس من ايده ومسكته. ولما جت تضربه كان المسدس فضي، وبيقدر يمسكها تاني وبيركب بيها العربية وبيكلبشها، لكن أليكس بيجري وبينط فوق العربية وبيمسك ايده وبيطلعها فوق وبيشوف الندبة على ايده، وهنا بيفهم كل حاجة. وبعدها بياخدوه وبيروحوا بيه على غرفة الإعدام الكهربائي، وبيقعدوا وبيشرح له اللي هيحصل فيه لما الكرسي يشتغل، وقال له ان الخبراء قالوا ان اللي بيموت على الكرسي ده ما بيحسش بألم، والكلام ده كله كذب، لانه هيحس بألم عمره في حياته ما تخيله. ولما فكله القناع كان بيزعق وبيقولوا ان هو مش هيموت وان هو الملك، وبتشغل ايرين الكهرباء واعدموا مادن على الكرسي زي ما حصل في أليكس، وبكده اخدوا حق لورين، وده كان القصاص العادل. وبعدها اختفى أليكس وخلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.